برج العقرب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. خلونا ندخل كده في الموضوع على طول ونتكلم عن أهم توقعات الأسبوع التاني من شهر إبريل 2026 اللي بيبدأ معانا من يوم 9 لحد يوم 15. الفترة دي مش عادية خالص بالنسبة لك يا عقرب، وده لأن في تأثيرات فلكية قوية جدا هتخليك حاسس إنك كده في حالة صحوة. زي مثلا ما هيكون في حاجة جواك بتقولك كفاية بقى، أنا عايز حقي. بص بقى يا عقرب، أول حاجة لازم نبدأ بيها إن المريخ كوكبك الحاكم داخل بقوة في برج الحمل، وده مكانه أصلا. يعني طاقته هنا بتبقى عالية جدا جدا، وده معناه إنك هتحس بطاقة نارية جواك، رغبة كده في المواجهة، رغبة إنك تثبت نفسك وتاخد حقك بإيدك. مش هتسكت ومش هتعدي حاجة على مزاجك. الفترة دي يا عقرب هتلاقي نفسك بتسعى بشكل واضح وصريح جدا إنك توصل للي انت شايفه حقك، سواء بقى في الحب أو الفلوس أو حتى في شغلك. عندك إحساس قوي إنك لازم تاخد اللي تستحقه ومش هترضى بأقل من كده. بس خد بالك من نقطة مهمة جدا، الحتة دي ممكن تبقى سلاح ذو حدين. إزاي؟ إنك ممكن مثلا تبقى فعلا معاك حق، بس بسبب العصبية أو الإصرار الزايد ده أو الغضب اللي جواك تضيع الحق ده بإيدك. يعني إيه؟ يعني مثلا بدل ما تاخد حقك بهدوء وبذكاء تدخل في خناقات، أو تبقى عنيف في ردودك، أو مش سامع اللي قدامك فتخسر الموقف كله. فأنا بقولك كده من الأول، اهدى، خلي عندك صبر وخد حقك بس بالعقل مش بالعند. طيب، دلوقتي بقى نخش على نقطة تانية مهمة جدا. في أخبار حلوة كده عندك على مستوى العيلة، في تصالحات، في لمة حلوة، في رجوع علاقات كانت مقطوعة. ممكن كمان يكون في خبر حلو يخص حمل أو ولادة في العيلة، أو حاجة تفرحك بشكل عام. يعني مثلا رغم التوتر اللي جواك هيكون في جانب كده بيديك طبطبة وراحة، خصوصا من ناحية البيت والعيلة. طيب نيجي بقى للأيام اللي محتاجة منك شوية حذر. ركز معايا كويس جدا في أيام 11 و12. اليومين دول مش سهلين خالص. القمر في برج الدلو، وده بيعمل لك كده ضغط نفسي وعصبي. ممكن تحس إنك متوتر، شاكك، غيران، مش مستقر، وممكن تدخل في مشاكل بسبب مشاعر متلخبطة. خلي بالك بقى يا عقرب من الحاجات دي في اليومين دول. بلاش تاخد أي قرارات مهمة، بلاش تدخل في شراكات جديدة، وبلاش تنهي كمان علاقات بشكل نهائي. بلاش تقول كل اللي جواك. طيب ليه؟ لأن ببساطة يا عقرب كده انت مش في أحسن حالاتك النفسية، وممكن تقول كلام وتندم عليه. كمان في نقطة مهمة جدا، ما تكشفش ورقك. طيب ليه؟ يعني مثلا لو عندك خطة، فكرة، نية، حاجة كده شغال عليها، خليك غامض شوية. انت اصلا برج الغموض، فاستغل ده كويس وخلي الناس مش فاهمة انت بتفكر في ايه. لان بصراحة كده لو كشفت كل حاجة ممكن حد يستغل ده ضدك. وكمان بلاش تحكي تفاصيل حياتك العاطفية لأي حد، لا صاحب ولا قرايب. مثلا خليك كاتم شوية يا برج العقرب، لأن التدخلات الخارجية ديت ممكن تبهدل الدنيا عندك أكتر ما هي بايظة. طيب نطلع بقى من الضغط ده شوية ونروح للحلو. عندنا من يوم 13 ل 15، هنا بقى الدنيا بتبتدي تروق كده معاك جدا، ودي أيام فرص بقى، أيام بداية جديدة، أيام فيها كده هدوء نسبي يخليك تاخد قرارات صح. ممكن جدا يحصل إيه؟ يحصل نقل بيت أو تجهيز مكان جديد، تغيير في ديكور أو تحسين كده في البيت، وممكن كمان استلام فلوس ليك، ممكن بقى من ميراث أو حاجة كده كانت مشتركة. وفي كمان استقرار عائلي بعد مشاكل كبيرة. كمان ممكن تكون عندك كده صورة وضحت قدامك في موضوع مهم قوي، حاجة كنت محتار فيها بقالك فترة، فجأة هتلاقي نفسك كده فاهم كل حاجة، ودي نقطة قوية جدا لأنك هتبدأ تتحرك على أساس واضح. طيب نروح بقى للشغل. الوضع المهني هنا عندك حلو جدا بصراحة، عندك كده طاقة إنك تطور من نفسك، تبدأ حاجة جديدة، تدخل مشروع جديد، أو تغير طريقة شغلك. عندك أفكار كتير جدا وعايز تنفذ، وده وقت مناسب فعلا إنك تاخد أي خطوات، خصوصا أيام 9 و10 و13 و14 و15. دي أيام ممتازة جدا يا عقرب للشغل والانطلاق. بس زي ما قلنا 11 و12 خليك هادي وما تاخدش أي قرارات فيهم. طيب بالنسبة للفلوس، هيكون في إن شاء الله رزق جاي من ناحية العيلة أو حاجة قديمة، ممكن ميراث، ممكن فلوس كانت متعطلة وترجع لك. وفي كمان فرصة إنك تدخل مشروع جديد يجيب لك دخل حلو.
بس برضو يا عقرب خلي بالك من العصبية، لأن ممكن تخسر فرصة بسبب قرار متسرع. طيب بالنسبة بقى للعاطفة هنا بقى الموضوع كبير شوية. أول حاجة، في حقائق بتظهر، يعني لو في علاقة فيها لعب أو تلاعب هتشوف ده بعينك. لو كنت مثلا شاكك في حد هتعرف الحقيقة. بس خلي بالك يا عقرب، في فرق بين إنك تكتشف حاجة فعلا وإنك تظلم حد بسبب شكوكك. فخد الأمور بالعقل مش بالمشاعر بس. كمان عندك غيرة كده عالية جدا الفترة دي، فبلاش تخلي الغيرة دي تخرب العلاقة ما بينكم. لو في علاقة مستقرة فهي بتقوى جدا وبتعدي اختبار مهم جدا. ولو في مشاكل فهيكون في فرص انكم كده تصلحوها، بس بهدوء مش بعصبية. طيب بالنسبة بقى للرجوع، هيكون في رجوع، بس كده في كلام كتير عن رجوع الماضي. هيكون في حد من الماضي ممكن يظهر، أو موقف يخليك تفكر في علاقة قديمة. بس الفكرة هنا، انت مش بس بتفكر ترجع، لا، انت كمان عايز تفهم هل الموضوع ده ليه مستقبل ولا خلاص اتقفل. والأيام دي هتوضح لك ده بشكل كبير قوي. وفي حالات كمان ممكن فعلا يحصل رجوع، بس هيكون في طابع جدي شوية، يعني ممكن يوصل لكلام رسمي أو خطوة أكبر. وفي النهاية عايزة أقولك يا عقرب، الأسبوع ده قوي جدا بس محتاج منك هدوء وذكاء. عندك فرص كده حلوة، عندك تحذيرات مهمة، لو عرفت تمشي صح بينهم هتطلع من الأسبوع ده بمكاسب كبيرة جدا. خلي أعصابك هادية، ما تضيعش حقك بإيدك. خليك دايما فاكر إن القوة مش في الصوت العالي، القوة في إنك تعرف تاخد حقك وإنت هادي. وهنا نكون وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا لتوقعات برج العقرب والأسبوع الثاني من شهر إبريل 2026. أتمنى لكم كل الخير والسعادة، وأشوفكم على خير مع برج جديد وتوقعات جديدة. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي أقول لكم باي باي.